السلام عليكم ورحمة الله. صباح اليوم الموافق 11 يوليو تم اعتقال جيرفونتا ديفيس، والمغربي جمال بن صديق أيضا تم الحكم عليه ب4 سنوات تقريبا سجنا، ولكن بشكل مفاجئ سيعود للحلبة في الشهر القادم. والملاكم العالمي أرتور بيتربييف يعبر عن سخطه من البطل الحالي ديمتري بيفول ويوجه له رسالة مباشرة. والمغربي أيت الحاج يحصل على فرصة أخيرا من أجل المواجهة على اللقب في نفس حدث جمال بن صديق. وقبل أن ندخل في هذه الحلقة المليئة بالسجناء، أتمنى منكم أن تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. بداية، غدا الموافق 12 يوليو سوف يتواجه بطلنا المسلم حمزة شيراز أمام المقاتل المتوحش بيرلينغا. وكما معلوم حمزة لم ينهزم قط في حياته، وله سجل محترم برصيد 22 نزال ب21 فوز وتعادل وحيد. ونتمنى غدا بأن يثبت حمزة بأنه فعلا مقاتل شرس. وفي نفس الحدث سوف يدخل شاكور ستيفنسون في مواجهة طاحنة أمام المقاتل الرهيب زيبيدا. وكما معلوم كلا المقاتلان لم ينهزما قط. وغدا إن شاء الله سوف نوفر لكم الروابط. والآن لننتقل للمواجهة المنتظرة ما بين البطل المسلم أرتور بيتربييف وخصمه الأزلي ديمتري بيفول. وللتذكير أرتور بيتربييف قد هزم ديمتري بيفول وأعطاه مباشرة نزال العودة. وبالفعل بعد مرور 5 أشهر أقيم النزال وفاز ديمتري بصعوبة شديدة. ومباشرة بعد تتويجه بالألقاب ذهب إليه أرتور وأخبره مبروك عليك الفوز، وحاول ألا تتأخر في إعطاء فرصة من أجل المواجهة التالية. ووقتها ضحك ديمتري وكأنه يقول في نفسه: يا عجوز كيف فهمت بأني سوف أتأخر؟ ولكن بعد شهرين تقريبا صدمنا ديمتري بيفول وتنازل على لقبه WBC للبطل دافيد بينافيديز. وقلنا جميعا مع أنفسنا: يا إلهي، ديمتري بيفول رجل بمعنى الكلمة، لم يتخلى عن شهامته من أجل المواجهة الثالثة أمام أرتور بيتربييف. لكن طاقم بيفول قد تحدثوا عن أن هذه المواجهة سوف تقام في أغسطس. وبعدها خرج بيفول وقال: لن تكون المواجهة في أغسطس، بل سوف تكون في أواخر الخريف. وبعدها بأيام تراجع عن رأيه وقال بأن هذه المواجهة سوف تقام في نهاية العام. وهذا ما جعل أرتور بيتربييف يعبر عن سخطه عبر منصة الإنستغرام، وقال: بعد تلقي مئات الأسئلة حول النزال الثالث قررت مشاركة الموقف هنا. كما تعلمون أقيم النزال الأول على لقب البطولة المطلق في أكتوبر من العام الماضي، وبين قوسين قد أقيم هذا النزال بعد 5 سنوات من المحاولات. وبعد فوزي في النزال الأول اتفقنا مباشرة على نزال العودة، وقد تقررت المواجهة بعد 4 أشهر مباشرة. ووافقت رغم أني كنت لا أزال أتعافى من الجراحة، وكان مدربي وطبيبي يعارضان بشدة إعادة النزال مبكرا. وفي النزال الثاني الذي انهزمت فيه أبديت اهتماما فوريا بالنزال الثالث. وفي البداية كانت هنالك شائعات عن النزال الثالث في أغسطس، لكن خصمي قال فلنتركها لأواخر أكتوبر. وبعدها خرج وقال فلنتركها لديسمبر. والآن لا أعرف حقا متى سوف يقام هذا النزال. وقد وضع إشارة لبيفول وقال له: كم يجب أن يكون عمري حتى نخوض النزال الثالث؟ وهذه الرسالة بحد ذاتها أقوى كلاش في عالم الملاكمة. ولنكن صريحين، ديمتري بيفول مقاتل رهيب، لكنه كان يماطل دائما من أجل أن يتفادى مواجهة أرتور بيتربييف. ولو تواجها في عمر صغيرة لكانت نهاية بيفول سيئة للغاية، وليس ببعيد أن نرى نهاية سيئة أمام دافيد بينافيديز. وأنتم ما رأيكم في الموضوع؟ وفي صباح اليوم 11 يوليو قد تم القبض على الملاكم العالمي جيرفونتا ديفيس بتهمة الاعتداء على صديقته القديمة. وكل عشاق جيرفونتا ديفيس قد ملوا من هذه القضية، لأنها بالفعل قضية قديمة جدا ولا تزال تطارد جيرفونتا ديفيس مثل الشبح. وخاصة أنه بعد شهر من الآن سوف يتواجه للمرة الثانية أمام الخصم الذي أوقف سلسلة انتصاراته لامونتروش. وهذه القضية قد تتسبب في إلغاء النزال، ونتمنى أن يخرج منها جيرفونتا ديفيس سلامات. ولما لا يعرف القصة سوف أترك لكم رابط في أول تعليق مثبت وشاهدوا مجريات القصة بالكامل.
والآن لنتكلم على قضية جمال بن صديق وكيف انسجن، وفي نفس الأيام تم إعلان مواجهته في الشهر القادم. وفي الأخبار التي تراج تم اتهام جمال بن صديق بغسل الأموال. يعني جمال بن صديق نهض صباحا ووجد أمامه كومة كبيرة من الأموال وهي متسخة، فقرر أن يغسلها. فبالله عليكم، هل هذا سبب كافي لاعتقال جمال بن صديق؟ وطبعا يا شباب أنا أمزح معكم فقط، فالكثيرون يسمعون غسيل الأموال ولا يعرفون معناها بالضبط. فالشيء الذي قام به جمال بن صديق وهو أن له أموال كثيرة من مصدر مجهول، والغسيل هنا يكون عبارة عن فتح محل تجاري ووضعه في الواجهة كأن تلك الأموال المريبة تأتي من العمل فقط، لكن واضح جدا بأن ذلك المحل ليس عليه رواج. والشرطة البلجيكية بحثت في هذا الموضوع المريب، وجدوا بأن جمال بن صديق يأتي بمبالغ خرافية لا يستوعبها العقل، ويقول جمال بأن مصدرها محلات تجارية. وبسبب عدم اقتناع السلطات بدفاعات جمال بن صديق قرروا أن يسجنوه لمدة 40 شهرا، وبعدها قلصوا العقوبة ل20 شهرا. وكل هذا بسبب الأموال مجهولة الدخل، يعني حتى السلطات لم يعرفوا حقا من أين يأتي جمال بكل هذا الدخل. هل يتاجر في المخدرات أم يأخذ فقط نسبة كبيرة من تجار المخدرات؟ وبينما عشاق جمال قالوا خلاص انتهت مسيرته في منظمة الجلوري، حتى فوجئوا بخبر عودة جمال بن صديق في 23 من شهر 8. وأعتقد بأن منظمة الجلوري لها دخل في إخفاض عقوبة جمال بن صديق، وأيضا واضح جدا بأن جمال بن صديق لم يعتقل، وإنما لن يسمح له بالخروج من بلجيكا في 20 شهرا القادمة. وبخصوص النزال جمال بن صديق في الشهر المقبل، فهو سيدخل في بطولة صغيرة، ومن سوف يفوز بهذه البطولة سوف يتأهل في البطولة الكبرى التي أقصي منها جمال بن صديق. وحتى نبيل خشاب قد عاد لهذه البطولة، وأيضا سوف يلتحق بهم ليفي ريختر، والذي رشحوه الكثيرين بالفوز بهذه البطولة. صراحة هنالك الكثير من الأحداث المعقدة في منظمة الجلوري، لكن أهم شيء المغربي مهدي أيت الحاج سوف يدخل في نفس الليلة في مواجهة قوية أمام كوازي الذي هزم التيجاني مرتان، والمواجهة طبيعة الحال على لقب البطولة، ونتمنى له التوفيق في هذا النزال. ولمن لا يعرف مهدي فهو مقاتل ذكي ويعتمد على التقنيات والنقاط، لذلك من الممكن جدا أن نعرض لكم قصة على هذا المقاتل الرهيب. وهذا ما عندي في هذا المقطع، أتمنى أن ينال إعجابكم، وأتمنى أن تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. كان معكم أخوكم محمد المحسني من قناتكم توري، والسلام عليكم ورحمة الله.